دعوة شاعرات على الطاقة وبنات، كان شرفوني بصراحة يعني، والسادة الحضور كلهم حبايبي وحبايب قلبي، وأنا سعيدة إن ده تاني لقاء ليا بعد الحبس المنفرد اللي أنا كنت فيه، وأنا سعيدة بيه جدا. واسمحوا لي هقول قصيدة عشان ذكرى والدي من دول، فأنا كتبت له قصيدة ويعني حاجة كده يعني بهديها له. قصيدة جديدة يعني؟ حابة إن أنا قصيدة جديدة يا أبونا؟ جديدة. أبويا. تمام. أبويا اللي ما كان يسمح لحد غريب يجرحنا، وشال أمانينا على ظهره عشان ما نعيش ويفرحنا. أبويا لما كان يضحك ضحكة سنه تفرحنا، حنان قلبه مجمعنا ويزرع خير فيطرحنا، وبيطبطب وبيداري يثبت وجعه ويداري، سحب جسمه ورد البال وسهل قلب منا وغاب، صبح صورة في قلب الحيط كأن البيت ما هوش بيت، ونتذكر شقى عمره ونتعجب على صبره، بيقتل بالرضا خوفه ومسلم للإله أمره، تحس الهيبة في مكانه ومتعكز على إيمانه، وروحه وعقله بيعفروا، ما قسمتش الهموم ضهره، وبيقاوح كأنه جديد ويتبسم كأنه سعيد. أبويا حب كل الناس، أبويا حب كل الناس، وود القاسي والداني، وكان كتلة شعور إحساس غرف من الود والداني، وكان يشعر بكل الناس ويتصدق وبيهادي، ودايما شاري مش بايع، وهمه مدنة الجامع يعليها فتهدي الفلوس، كأنه في العطاء جامعة بتدي دروس. فتح أول طريق فرقة، فتح أول طريق فرقة، قسم لي القلب نص ونص، فراقه خلطة من الحرقة تدوقها وبمرارها تحس، بقى ذكرى لا صوت ولا حس. أبويا صورته على الحيطة تحليها، أبويا صورته على الحيطة تحليها، ولسه بكانا تحتيها وحبة همس، وبعد سنين كتير فرقة كأنه ما غابش، كأنه لسه ماشي يدوب، كأن رحيله كان بالأمس، كأن رحيله كان بالأمس.